وقفوه، توقف 5 سنين وبقى غير على تيك توك ما في والو. 5 سنوات توقف. هي الصراحة مزيانة هاد القضية. علاش؟ دابا هذا من السردين ولا باغي يقول لك انا حنا مع الشباب، ولا باغي يمشي للبرلمان، الدولة عرفتو مسطي، هاد السيد خصنا نحيدو ليه التليفون. ولكن هاد المادة اللي خرجت شوية دسمة، تقدر توقفني انا شي 4 سنين ولا شي؟ لا شوف انا هو هذا ديال اليوم ما غنتوقف ما والو. 5 شهور هادشي ما عرفتش واش صحيح ولا ما صحيح، الله اعلم. السلام عليكم. اليوم بنا نشرحوا الرأي العام على قضية عبد الإله ملحد في الانتخابات. نعم. هذا ما تشدوش. واش هذا اللي غادي يدير ايران في الحياة وكيجمع في الاصوات ومشى لبس كوستيم، انت دابا هذا ما تشدوش اصاحبي، انت دابا ما توقفوش على مساواة الانترنت. هذا واش ولا باغي يولي رئيس حكومة؟ أؤكد كلامي هذا. عبد الإله في الانتخابات البرلمانية القادمة ديال 2026. لما لا؟ من الشعب اللي عرف الوقائع ديال الشعب. تنظن نفتح في المفسدين، لما لا نفتح وانا بواحد القوة تفكير جديد، تفكير مؤسساتي، جيل ذهبي رائع اللي بيعطي واحد الصورة للمغرب، المزدهر. كيفاش من ملحوت البرلمان كيفاش هاد المسألة؟ من ملحوت البرلمان حيت فيا الخير والناس. هاد المراسل تا احتراماتنا ليه. الا شموا وثاقوا فيا عرفوا كاين الخير في هذا الولد. علاش لا؟ وعلاش الشباب الاخرين علاش؟ هو اليوم ملحد وبغى يتقدم، فاليوم انت عندك الاجازه علاش ما تقعد؟ نوض تقدم ونحاربوا المفسدين يد وحده، نكونوا دعم وسند لجلال. في الطاقة الروحانية رجاه واحد التنبيه اللي هو هذاك من الموتور اللي كلاكسون على والو. هذيك في العلم ديال الطاقة الروحانية والطاقة النفسانية كيكون واحد الانذار من الطبيعة، سكوت. لان البلاد دابا بتصدار، هذه ولايات المونديال غادي نترشحوا وفقا للدستور ووفقا للمساطير والقانون فوق الجميع، وغادي ندخلوا غادي نحاربوا المفسدين. الكلام الاول ديالنا الاخير هو من اجل التغيير، من اجل تغيير لما لا يكون قوانين صارمه فين يخصوا المفسدين والمنهبين. اين هو المال العام؟ اين هو المال العام؟ كاين بزاف د الحالات تيمشيو على المال العام، طلعتهم عام عامين. البرلمانيين بغيتو التغيير ما وضع قوانين راجعه. من يهم الامر بجلب المال العام، الرشوه كتساوي الاعدام. سالينا وانا اول من يتفق عليه الامر، لا اول واحد غلط، انا الاول يتفق عليه الغلط. الغلط ما عندناش نسكتوا، يجب تسقيط الاثمين. لما لا؟ يجب تسقيف الأتممة، يكون دعم واضح للشباب. راه الشباب ما تبقاوش يشوفوا في المغرب حيت السكن الاقتصادي راه ما نكذبوش على المغاربه، راه ما سميتوش الدعم، سميتو الوهم الاقتصادي. حكومه المونديال اخويا اش نقول لكم انا بعد. لا اخويا هادشي صعيب اخويا، ما نقدرش ندخل في هاد لي ديتاي. المهم ياك المحكمة حكمت، القانون ما كيظلمش، القانون راه ديما كياخذ مجراه وفي صالح الوطن ديالنا وصالح المواطن. حيت القانون باش كيحمي واحد الناس، هذا مني جا ولا كيقول لك نولي برلماني